السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديال الكسكس بالقمح. صحي ومفيد بزاف بزاف، والطريقه ديال جداتي مضمونه 100%. ما كيتعجنش لينا، كيبقى كيما هو بحال الكسكسو اللي كتشريوه، ومفيد بزاف للصحه ديالنا. بقاو معايا. ايوا هنا كيف ما كتشوفوا معايا كتجيبوا الدقيق الكامل الكميه اللي بغيتو نتوما، كديروا في الغربه، كتبقى تغربلوها وكتحيدوا النخاله اللي كتكون الفوق ديالها صافي. ومن بعد كتبقى تشوفوا الا كان فيه طرت لها شي حاجه، تزيدوا شويه الماء شويه وما تكثروش ليه بزاف باش ما يتعجنش ليكم، حقاش حنا بينا صايبو كسكسو. صافي كتبداو كيف ما قلت لكم تغربلوها هكا بيدياتكم، كتبداو تبسوها هكا بالماء وتصايبوا بيدياتكم بحال هكذاك، تيتشكلوا لكم كويرات هكذا صغيره كيف ما كتشوف معايا في الفيديو. اهم طريقه في الفيديو هي انك تبقى تصايبوا بيديك بحال هكذا، وكتزيدوا شويه الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا باش ما يجيكمش هادشي فاتك بزاف، باش يتشكلوا لكم هذيك الكويرات، باش ملي تكون كتشكلوا الكوير ديالكم ما يتعجنش لكم. وكتستمروا بالطريقه دي حتى كيولي مزيان مزيان مزيان، شكل لكم العدد الاكبر ديال الكويرات كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الفيديو. كتبقى ديروا بحال هكا في يدياتكم حتى كيولي بحال هكذا على هذا الشكل هذا. يكونوا غلاط في الاول، وكتجيبوا الغربال اللي كيكونوا عوينات ورقي موين زعما، وكتبداو تغربلوا فيه داكشي اللي درتو، وصافي حتى كتكملوا داك الكميه اللي صايبتوها قبل، كتكملوها كامله بطبيعه الحال. وهذا الشيء شاط لكم في الغربال ما تغربلش لكم، كتضيفوا ليه شويه ديال الدقيق الكامل ماشي الدقيق الفورس، وكتبداو تفركوا فيه، كتبداو تفرزوا فيهم بيدياتكم بحال هكذا، حتى كيدخل مع داك الدقيق مزيان مزيان. صافي وكتعاد الدقيق زعما كاين على عينك ميزانك. شوفوا نتوما شحال تقدروا الماء، عندك الماء والدقيق ضيفوا لهم على قدكم نتوما، عينكم ميزانكم. الا كان خاصو هي هذيك، ما خاصوش صافي بركه عليه. ومن بعد كتجيبوا عاوتاني نفس الطريقه، كتجيبوا عاوتاني نيت الغربال كتستمروا نفس الطريقه تتكملوا الكميه اللي عندكم كامله. كيف ما كتشوفوا كنديروا عاوتاني نفس الطريقه. الغربال كتغربلوا عاوتاني في الغربال اللي كيكون قلت لكم موين، وكتستمروا هكا في التغربيل حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم كامله هكا. وكتجيبوا هاد المره ملي كتكملوا الكميه ديالكم كتجيبوا غربال يكون عويناته صغيورين باش كيطيح منه داك الدقيق اللي كاين لتحت، باش ما تعجنش لينا، باش ملي نفورو ما يتعجنش لينا. وصافي حتى كيشيط لينا داكشي اللي باين لنا بانه كسكسو. كيف ما كتشوفوا معايا كنبداو نغربلو، وداكشي اللي كيطيح راه الدقيق الرقيق، وهادشي اللي كاين في الغربال هو اللي غادي نفوروه، هو اللي غادي نستعملوه في الكسكسو. وهذه هي الطريقه ديال الكسكسو. كتستمروا بحال هكذا كيف ما قلت لكم، وهذا الشيء كتحصلوا عليه ديال النتيجه النهائيه ديال الكسكسو بالقمح صحي 100%. ومن بعد الا بغيتو تفورو كديروا ليه غير الزيت وصافي، كتبداو كدهنوه كامل هكا بزيت شويه ماشي بزاف، كتدخلوا فيه الزيت كامل هكا. والتفيره الاولى ما كديروا فيها لا ما والو، غير هاد الزيت كما قلت لكم، وكتخليوه يتفور. ومن بعد كتبقى ديروا تفورات اخرين بحال الكسكسو العادي، وكتسقيوه بحال الكسكسو العادي بالصحه والراحه. وهذه هي النتيجه النهائيه. كما كتشوف معايا ما كيتعجن ما حتى شي حاجه، كيجي كاع صحي كاع على ديال السميد وبالصحه والراحه.